الاخوان، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غيكون تتمه الفيديوهات اللي درتها قبل، والا وهي اكمال الملاعب المغربيه في طور البناء ديالها، واللي كيتم التهيئه ديالها لاستقبال تظاهره القاريه كأس افريقيا 2025 اللي غتكون ببلدنا الحبيب اواخر شهر 12 من هذه السنه. جاتني واحد الفكره على انني نحول الصوره ديال الملعب، او نحول ملعب مولاي عبد الله بالرباط وهو باقي في طور البناء، وقلت علاش لا ما نعطيهاش للذكاء الاصطناعي ونطلب منه يكمل لي التصميم. في هذا الفيديو غادي نوريكم النتيجه، وغادي تشوفوا واش الذكاء الاصطناعي يقدر يتخيل ملعب عصري بحال اللي كاينين دابا، ولا خرج لينا بشي تصميم غريب. الذكاء الاصطناعي خرج لي بنتائج خرافيه، ولكن فيها بعض التفاصيل الغريبه. بعض التصاميم كانت قريبه للواقع، ولكن فيها لمسات مستقبليه بحال اضاءه ديناميكيه، مدرجات ذكيه، وحتى ارضيه رقميه تفاعليه كما كيبان لكم في الصوره. في المقابل بعض النماذج كانوا غير عمليين بالمره، بحال مدرجات معوجه ولا مداخل غريبه، يعني ما كتعكسش المعايير الهندسيه الواقعيه. السؤال اللي كيبقى مطروح، واش الذكاء الاصطناعي قادر فعلا على تعويض المصممين والمهندسين في المستقبل؟ وكيفاش هاد التجربه هذه درتها، وشنو هي النتيجه بالضبط؟ واش فعلا نقدروا نعتمدوا على الذكاء الاصطناعي في تصميم المشاريع الكبيره في المستقبل؟ هذا الشيء اللي بغيت نعرفه. ما تنساوش على انكم تخليوا لي الاراء ديالكم في الكومنتات، واش عجباتكم النتيجه ولا لا، وشنو الراي ديالكم في الملاعب الذكيه ديال المستقبل. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك، شاركوه مع اصحابكم وبارطاجيوه باش نوصلوا هذا النوع من التجارب لاكبر عدد ممكن.